السلام عليكم. اليوم جايب لكم مقطع جديد وفلوق جديد. قبل لا نبدا المقطع لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل شيء جديد. طبعا تطبيقنا اليوم اللي حنشتغل فيه تطبيق بولت. طبعا هذه هي واجهة البرنامج. لما تقول له ابدأ العمل تبدأ العمل على طول. هنا لو جبت احد من اصدقائك تكسب 250 ريال. حلو. وهنا حصلت اليوم شوفوا زي ما انتم شايفين 0 0 0 0. وهنا نسبة القبول درجة السائق هنا اللي فوق، وهنا معدل القبول كم. حلو. اليوم حنبدأ العمل ونشوف قديش حندخل. هنقول له نبدأ العمل، هنبدأ نشوف أول طلب حيجينا. هنشوف أول طلب. طبعا خلاص إذا بتوقف العمل تضغط هنا اقطع اتصال. هذا أول طلب جانا. حلو. تقول له قبول تحت، قبول. نروح نستقبل الطلب. يلا هنا اللوكيشن نضغط عليه. هنروح للعميل الأول. الآن بنروح له ويلا. طبعا هنا الانتظار بعد ما يخلص العدة حيجيك انتظار مدفوع. وهنا تقول له بدأت الرحلة. طيب تتصل على العميل، تجي هنا على الثلاثة خيارات هذه. تتصل على العميل، تقدر تتصل عليه من داخل التطبيق أو ترسل له رسالة أو عبر الجوال. فبولت مرة ممتاز. أول ما يطلع معك العميل هنا قول بدأت الرحلة. وطبعا تضغط انهاء الرحلة تأكيد، يطلع لك رقم 26 ريال. طيب إذا الزبون سحب عليك في هنا مشكلة في السعر التقرير، تضغط هنا في يطلع لك قائمة. حلو. الرحلة لم تحدث، العميل دفع أقل، العميل لم يدفع، مشكلة الرسوم الإضافية، السعر غير دقيق. حلو. خلاص تضغط العميل لما يدفع تضغط عليه وخلاص كده. بعد ما تخلص وإذا دفعت الفلوس وكل شيء تضغط هنا انهاء الرحلة. وبس كده عملنا يمكن تقريبا 5 مشاوير. طلعت اليوم ب 200 و 210 220 ريال. واجهتني مشاكل في توصيل الزباين. اول مشكله واللي هي الحريم اللي بيجوا صوره لما توصل المشوار تقول لك اديني دقيقه واحده بس بطلع اجيب فلوس وبجي. هذول تقول لا انتظر هنا، اتصل على اي حد خليه يجيب لك الفلوس. ليه؟ لانه ممكن ما بتديك الفلوس. واغلب المشاكل دي تجي من الحريم ما تجي من الرجال. ما يعني وصلت تقريبا 3 أو 4 رجال ما خذ فلوسك اول باول، يمكن يدوك زياده كمان. لكن انتبه من الحريم هذول ما بيدوك فلوسك اول باول. خليك حريص. مو الكل، البعض اللي انا اقول لك اللي صارت لي معاهم مشاكل، اللي تقول لك والله دقيقه واجيك، الدقيقه ما ادري ايه، هذا ابعد عنها تماما لانك ما بتحاسبك. المشكله الثانيه اللي هي تقول انت بتقول للزبونه والله امشي على اللوكيشن، تقول لك ايه امشي على اللوكيشن، في النهايه تمشي على اللوكيشن وجيز يقول لك لا مو من هنا، لا ما من هنا، لا ما ادري. هذول اقول لهم يا بنت الناس انا سالتك سؤال اول ما طلعتي قلت لك على نفس اللوكيشن ولا لا؟ قالت لك ايوه على نفس اللوكيشن. وفي النهايه ما يعني تكون هي حاطه اللوكيشن غلط وبتحط اللوم عليك انت. فالصح انك انت تسلك. طيب خلاص حاضر ابشري حاضر اوكي تمام سلك وبس. عرفتوا كيف؟ والمشكله اللي بعدها اللي هي الاطفال. الله على الاطفال بس وسخ وقرف. العصير ولا اللي بياكلوا ورا ما في نظافة. يعني انت اول ما تنزل الزبونة خلاص نزلت اطلع شيء نظف اللي وراك. وانتوا يا الحريم اذا طلع معاكم اطفال رجاء نظفوا مكانكم بلا عفن حقكم. ترى قرفنا من كل مشوار اوقف لازم انظف. واللي سايبه مناديل، واللي تدخل رامية تحت، واللي افضل. يعني ما يسأل انتم ما انتوا دافعين شيء، لكن احنا اللي بنتعب. والمشكله الثالثه اللي هي الحساب. وصلت تقولي والله دور على صراف ولا خلينا ندور. طب انا ايش ذنبي يا اخي؟ انت طلعتي من البدايه خلاص انا ما عندي صرف يا اخي، او دور صراف على طريقك. لا ما يتكلم ولين توصل وتقعد تحوس معاه لين تدور لك على صراف ولا تصرف الفلوس اللي عندها. طيب يا اخي ليه ما تكلمتي من يوم ما طلعتي؟ ليه ما خرجتي؟ ليه ما خرجتي؟ ودين امي يطلع من اللكاعه. الحريم اللكاعات.
يعني هي على المشوار مكتوب في اللوكيشن 5 دقائق، والله ساعة واكثر من ساعة. ليه؟ عشان حضراتها تبي تمر هنا وهنا 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 وهنا، واللي يجي يقول لك كمان قفل التطبيق، قفل التطبيق وانا حاسبك لما توصل. تقفل وتديك 20 ريال سوق امه، وهي المشوار يمكن فوق انا هي مرة صارت معايا وحرمت بعد كده، ما عاد في بالتطبيق، ما عجبك يا بنت الناس اطلعي، مشكلتك يعني مو مشكلتي انا، لا بالتطبيق. ليش؟ التطبيق عالي جدا، يعني مثلا مشوار من الريتس مول الين مثلا السلام يطلع لك فيها 40 ريال، لكن هي تديك 20 ولا 25 ريال. عرفتوا كيف؟ تطلع معك واحدة، قفل المكيف، فك المكيف، فك الطاقة، قفل الطاقة، ممكن ادخن، ممكن مش عارف ايه. يا بنت الناس سوي اللي تبغيه، فكيني. وفالحين تتكلموا يعني انت خلصتي فطور، خليكي ساكتة واجلسي الين نوصل. لا والله تخيلوا الفطور كان بارد، والله تخيلوا الناس دول معفنين يتكلموا في الناس ومفاطرين عندهم، يا اخي ما يصير، عيب. طب انا ايش ذنبي اسمع؟ انا يعني ما نسيت تقول لها لو سمحت لا تتكلم عن الناس، خلاص خليكي ساكته. تقول لك لا ما لك دخل، انا حره، ما لك دخل، انا حره اتكلم عن اللي ابغى اتكلم معاه، وما بتكلم معاه بتكلم، انا حره. طب بالله ايش تقول لها؟ وتتكلم عن الناس، تتكلم قله حياه. يعني صراحه احلى ناس اللي يعني انت اليوم لما تطلع في التطبيقات العجائز او العجائزه والشباب سواليف. وغير كده العجوز الله يجزاها خير، يعني تقول لك مثلا هي مشوارها ب 15، تقول لك امسك هذه 25 ولا امسك هذه 20 فلوس زياده. بدون امي يطلع كمان من اللي حاطه 6 لوكيشنات مثلا. طب ما عندي مشكله، ما عندي مشكله 6 لوكيشنات، لما تيجي وقت الحساب تقول لك ليه ب 100 ليه ب 80 يا بنت الناس، انا عندي بنزين وعندي وانت 6 لوكيشنات، الله يصلحك راح تلف على البلد كلها. طب انا ايش ذنبي؟ بيني وبينك التطبيق 100 ريال، ليش 100 ريال؟ ليه؟ طب انا ايش ذنبي؟ تسجليني معاكي في النهايه. وفي كمان البنت اللي لا احكي لكم والله حكايه، التطبيقات دول البنات الله يصلحهم. لكن بالنسبه لي حاليا خليني اختم، افضل تطبيق تدخل فلوس منه تطبيق بولت. صراحه بولت كويس في الدخل، تجيني مثلا 10 ريال 12 ريال 15 ريال، ان كثرت 30 ريال. لكن تطبيق بولت اغلب مشاوير ما شاء الله كلها فوق. عرفتوا كيف؟ بس والله اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد.